السلام عليكم. عمرك استعجلت على انك انت تقفل ديل وفجأة لقيت الديل ده بيطير منك بعيد عنك خالص؟ كتير من الناس اللي بتشتغل في السيلز لما بتيجي تقفل ديل بيبقى مستعجل جدا انه يقفل ديل بسبب ضغط المدير وسبب ضغط التارجت الشهري الى اخره، ولكن للاسف هو بيبقى فاكر انه لما يستعجل هيقفل اسرع، ولكن الموضوع الحقيقة انه بيتأخر وفي الاخر بتبقى نهايته ان الشركة اللي شغال معاها بتمشيه. عارف الموضوع عامل ازاي؟ ونصيحتي ليك هنا وعايزك تتخيل معايا حاجة مهمة جدا. تخيل لو انت رايح تطلب ايد عروسة ومن اول قعدة قلت انا لازم اتجوز العروسة دي دلوقتي، اهل العروسة والعروسة نفسهم هيقولوا عليك ايه؟ يا اما هيقولوا عليك عبيط يا اما هيقولوا عليك مجنون، وايهما افضل يعني؟ تمام. نفس الفكرة اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي هي موجودة في البيع برضه. محتاج اول حاجة تبني الثقة مع العميل اصلا، وعرف العميل بيك، وبعدها اقفل يا سيدي الصفقة براحتك خالص. الخلاصة إن البيع هو مش عبارة عن سبق، البيع عبارة عن رحلة ثقة. في ناس بتقفلها بسرعة بقدراتها وفي ناس بتقفلها براحتها، ولكن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، فما تستعجلش وتطير العملاء منك. لو عجبتك النصيحة دي اعمل لايك واشتراك في القناة، واستنى باقي أخطاء المبيعات وأسرار البيع اللي بنقدمها في قناة مسجز وز أدري. أنا محمود أدري، أشوفك الفيديو اللي جاي.